السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ الخوف حوالينا على طول، بس الغريب في الموضوع اننا غالبا مش بنلاحظ قد ايه الخوف بيتحكم في قراراتنا او بيتحكم في طريقة تفكيرنا وحياتنا عموما. الخوف احيانا بيبقى محرك، بس ده في احتمالات قليلة جدا، لانه في معظم الاحوال بيبقى يعني هو مثلا بدل ما هو يبقى حاجة اللي أصلا بتحركه، ممكن تبقى سلسلة بتكتفك. ممكن تبقى فاكر في بعض الأحيان إنك لما بتخاف من حاجة بيبقى الحل بتاعها إن أنت تبعد عن حاجة عشان تتجنب الخوف ده. بس ماذا لو إن المشكلة مش في الخوف نفسه، المشكلة في إننا نسمح للخوف إن هو ياخد قرار مكاننا. يعني خوفنا يدفعنا إننا ناخد قرار مش صح، أو قرار عكس رغبتنا، أو قرار عكس معتقداتنا عموما، لمجرد إن إحنا خايفين. خوف كصفة أو كفعل بنعمله هو موجود معانا من زمان خالص، من واحنا يعني لسه مولودين، بدليل ان مراكز المخ اللي بتشتغل وقت التحمس او الاكسايتمنت تمام هي اللي بتشتغل وقت الخوف. فبالتالي الخوف موجود جوانا كيميائيا وعقليا ونفسيا. يعني في لحظة معينة الإحساس اللي ممكن يجيلك وقت التحمس لحاجة معينة، جالك شغل جديد مثلا أو بتخوض تجربة جديدة، فمراكز المخ اللي بتشتغل في وقت الحماسة ده هي اللي بتشتغل في وقت الخوف، لما تخاف مثلا من مرتفعات أو أيا كان سبب الخوف بتاعك. بس السؤال هنا مش إزاي نمنع الخوف، إزاي نستخدمه صح. تعرف بقى إن في ناس بتخاف من زرار اللايك والسبسكرايب؟ ما تبقاش منهم بقى، ودوس لايك ودوس سبسكرايب. ما تنساش تعمل اشتراك. انا عن نفسي بخاف من الضلمه لحد تقريبا سن 10 سنين، مش عشان انا خايف من حاجه زي برج المسلوخه او من الغوله او الاساطير الشهيره بتاعتنا دي، بس كان خوفي ان هو انا مش شايف اللي قدامي، او مش شايف حاجه قدامي تمام. فكان خوفي من اللاشيء، فكره اللاشيء دي نفسها مش ما كنتش بستوعبها زمان، برغم ان انا حاليا اصلا يعني بقيت تقريبا ما بنامش غير لو الشقه كحل 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 يعني. ويمكن انا ما احاولش ادرب نفسي على ده، هو تلاشى لوحده بدون اي تدخل مني تمام. مع الوقت لقيت نفسي لا، في مره لا، بقيت انا مع طبيعي من غير نور ومن غير ما اخاف او كده. وده يثبت لك ان الخوف نسبي وبيختلف منظورنا ليه من وقت للتاني، ومن منظور للتاني، ومن سن للتاني، وباختلاف الموقف نفسه. طبعا بعد ما كبرت بتمنى حاليا ان تبقى اكبر مخاوفي من الضلمه بس، لان معظم الخوف بعد ما كبرنا بقى خوف اجتماعي اكتر منه خوف نفسي من حاجات مش موجوده، زي بروج مسلوخة، زي الضلمة، زي الحاجات دي كلها، لأن هي مش حاجات مش حقيقية، أو بيبقى عقلنا هو اللي مصورها لنا إن هي بتخوف، بس هي في الحقيقة ما بتخوفش. مثالا على ده إن أنت وأنت صغير مثلا تبقى خايف من الضلمة، كبرت شوية بقيت تخاف من الامتحانات، كبرت أكتر بقيت مثلا تخاف من رأي الناس فيك. بعد كده ممكن تكون تلاقي نفسك بتخاف تاخد قرار، أو إن أنت تبدأ حاجة مهمة بالنسبة لك، أو إن أنت تظهر الناس للشخصية الحقيقية بتاعتك. وكأن الخوف نفسه أصلا كبر معاك، يعني خوفك بيكبر مع سنك. احد اشكال الخوف هو الخوف من الرفض، او ان الناس ما تعرفش الشخصيه الطبيعيه بتاعتك اللي من غير فلتر، او انهم يعرفوا عيوبك ونقط ضعفك اللي انت دايما بتخفيها، خوفا من ان الناس تتخلى عنك لما يعرفوا حقيقه شخصيتك. وكل ما تزيد العلاقه قرب انت نفسك بتبقى خايف اكتر ان الحاجات او صفاتك الشخصيه دي تظهر، لان انت طبعا بتكون اتعلقت بالشخص ده، فخايف ان انت تفترق عنه لمجرد ان انت هو عرف عيب فيك، او انت عرف حاجه انت كنت مخبيها عنه كصفه، مش بتكلم كسر مثلا او كده. ممكن تلاقي نفسك طول الوقت بتحاول تظهر بالافضل نسخه منك، مش لانك كذاب، لانك احيانا بتبقى خايف ان الناس تعرف الشخصيه الحقيقيه او نسخه حقيقيه منك وما تكونش كافيه بالنسبه لهم، فيضطروا انهم يستغنوا عنها. اللي يدعو الضحك اكتر ان احنا اصلا لما بنيجي نواجه الخوف ده بنخاف اكتر، يعني احنا بنخاف نواجه الخوف، يعني ريكيرجن. يعني انت المفروض عارف ان الحل الامثل لحاجه زي كده ان انت تواجه الخوف، بس لما بتيجي تواجه بقى بالشكل الفعلي مش مجرد افكار في دماغك بتخاف. على مدار سنتين كليتي يعني حاسبات، كانت السنتين دول مليانين ببرزنتيشنز ومناقشات مع معيدين ودكاترة، وقابل وكلاء، وقابل مش عارف العميد، يعني قابلت سلة من الناس المحترمة يعني. فكنت بضطر طبعا ان انا اتكلم على طول واقدم كلام واخاطب جمهور والى اخره. بس كان احيانا يبقى مثلا معايا افراد في التيم او كده ما بيحبوش ان هم يشاركوا في حاجه زي كده، فعادي مثلا انا بالنسبه لي راجل متعود على حاجه زي كده، فما احبش ان انا احط حمل على حد معايا من التيم، فادخل انا اقدم في البرزنتيشن. فالمهم اما كنت بعد اخلص البرزنتيشن اجي مثلا اساله، او اللي هو احاول استفسر منه انت ليه مثلا ما بتحبش ان انت تطلع تقول مثلا او تتكلم او تعمل. فاحيانا او معظم الناس بتنقسم الى فئتين،
او هي فئه واحده بس متفرعه في تفرعتين. في ناس بتقول لك بخاف ان انا اتوتر، ماشي، وفي ناس بتقول لك بخاف من النقد. الاثنين على بعض مش نسبه صغيره اصلا، يعني هو فعلا فئه كبيره جدا. واللي انا مش متخيله ان هو ازاي اصلا، يعني احنا اصلا مجالنا ده كله معتمد على الكلام، وان انت تعرف تعبر عن مهاراتك وتعبر عن الحاجات اللي انت بتعرف تعملها. وكان الرد ان هو بيبقى خايف ان هو يتوتر او يخاف ان هو ينتقد او حاجات من هذا القبيل. انا شايفه منطقي الصراحه عن نفسي، لان انا برضو في فتره من الفترات اصلا كنت بخاف برضو ان انا اتكلم واطلع واقول يعني انا اصلا اول مره صورت فيها فيديو كنت برضو يعني اللي هو متوتر ومش عارف اعمل ايه، وكان الحوار فعلا موتر بالنسبه لي. لكن انا اللي شايفه مش طبيعي اني افضل متمسك بالخوف اللي جوايا ده من الانتقاد او من الخوف من التوتر او الحاجات دي، ان انا افضل متمسك بخوف زي ده وارسخه جوايا واخليه هو اللي معطلني عن ان انا اشوف حالي واعرف اعمل واسوي واعرف اعبر عن اللي انا عايز اقوله. هو حتى على الاقل جرب مره، يعني انت لو جربت على الاقل مره هتلاقي على الاقل فرد واحد شايف ان انت كويس ومستواك حلو ويجي منك، تمام يا عم ماشي، هيديك مثلا هيقول لك حبه عيوب مثلا، ماشي هتيجي على كم عيب مثلا هتصلحهم وخلاص. لكن انت لو حتى لو على الاقل اديت لنفسك مره واحده تجربها، تمام، مره مش اكتر، مش هقول اكتر من كده، مش هقول لك 20 30 40، لا هي مره، فرد واحد على الاقل هيشوف ان انت مستواك حلو ويجي منك. يعني انت مثلا هيبقى عندك بعض العيوب مثلا اللي ممكن تكون اصلا محشوره في دماغك انت بس محدش شايفها غيرك، تمام، برغم ان انت مثلا ممكن يكون فعلا مستواك حلو وتعرف تتكلم وتعرف تقول وتعرف تعبر، بس عيوبك مثلا من التوتر، عيوبك من الخوف، عيوبك من ممكن اصلا دي كلها تكون عيوب وهميه بالنسبه لك. فعلى الاقل فرد واحد هيشوفك وهيكتشف ان انت مثلا كويس ويجي منك، ولو اشتغلت على حاجات بسيطه ممكن مستواك يتنقل في حته تانية. هتلاقي واحد تاني ينصحك ويوجهك ويقول لك خد بالك من دي، انت مثلا بتوتر في الحته دي، انت مثلا بتلجلج في الحته دي، هيديك نصائح في العموم عشان تحسن من طريقه عرضك وهكذا. مره في مره هتلاقي الخوف نفسه تلاشى. يعني انا برضو زي ما قلت الفكره بتاعت الخوف من الضلمه كانت برضو تلاشت مع الوقت، انا ما اشتغلتش عليها اصلا، ما حاولتش ان انا اعمل حاجه، بس مره في مره جربت مثلا مره اوطي الاضاءه، مره مش عارف انام بالباب موارب مثلا، مره في مره لقيت نفسي لا بقيت بعرف انام عادي، ما بعرفش انام اصلا غير في الضلمه. ومع العلم اصلا ان مجالنا مليان بفرص بس للي يعرف يقدم نفسه، يعني اللي يعرف يتكلم ويعبر عن ويقول ان انا بعرف اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا. انت لو ما عبرتش عن اللي جواك او انت بتعرف تعمل ايه مش هتلاقي فرص عمل اصلا. مجال زي مجالنا يعني هو حرفيا مبني على الكلام والبيرسونال براندنج، بالكلام بالبورتفوليوز بالسيفيز بالحاجات دي كلها، بس في الاساس هو كلام. احنا تعاملنا مش مع لابتوبات بس، لا بنتكلم، المفروض نتكلم ونطلع ونقول ونسوي. فانت ممكن تكون شاطر فعلا وما شاء الله توب التوب، بس ما بتعرفش تعبر عن اللي عندك او خوفك منعك ان انت تظهر المهارات اللي عندك. فطالما خوفك اللي هيمنع كده محدش هيعرف عندك ايه من مهارات. بالنسبه للناس اللي بتخاف من النقد او بتخاف من فكره ان الناس تديها التعليقات وبتتضايق من الفكره دي عموما، هو لولا النقطه اصلا انت مش هتعرف تحدد انت مستواك موجود فين. يعني انت لو حد انتقدك وقال لك بس في عيب صغير مثلا، فانت مثلا موجود في الليفل ده، تمام، لو قال لك ان في عيب صغير قوي مثلا هيروح منزلك ليفل، فتروح شغال على الليفل ده او تشتغل على العيب ده وهتروح تعلى في الليفل تاني. فانت عيوبك مش عدائك، عيوبك هي المفروض الحاجات اللي بتوصل لك انت موجود في انهي ليفل او في انهي كاتيجوري، عشان تعرف تشتغل على نفسك وتحدد انت هتوصل لانهي كاتيجوري. بالتالي زميلك اصلا اللي في نفس مجالك ممكن يسبقك بسنين ضوئيه لمجرد ان هو بيسمع النقد وبيعبر عن المهارات اللي عنده وبيعرف فين اللي ناقص عليه ويشتغل عليه ويطور من نفسه. عشان كده حاول دايما تحاول تسال عن فيدباك، بالذات من الناس الغريبه، لان الناس طبعا اللي تعرفها هيطبلوا لك شويه مثلا ومش عارف ايه ومش هيقودوك بالشكل الكامل. يعني انت روح اسال عن الفيدباك عند الناس الغريبه، لان هم هيبقوا عندهم فيرنس اكتر وعارفين يعبروا بشكل دقيق عن الحاجات اللي ناقصه عندك. فانت بالتالي هتاخد منهم الفيدباك، هتشتغل عليه وتحسن وتطور، وهيبقى في الاول والاخر ده لمصلحتك. ويمكن اصلا حاجه زي دي انا كنت بعملها بعد كل برزنتيشن، بخلص البرزنتيشن من هنا بروح اسال الناس اللي بتحضر البرزنتيشن او اسالهم ايه اللي ناقص مثلا، إيه في حته مثلا تهتهتي فيها، طب في حته ما عرضتهاش كويس، طب بتقول لي ايه احسنه في البرزنتيشن بتاعتي او اهتم بايه فيها عشان تبقى بروفيشنال اكتر، وهكذا. انا ما بنتش السكيل بتاعت البرزنتيشن دي عندي غير
اللي هو طبقه فوق طبقه، طبقه فوق طبقه، طبقه فوق طبقه. بحاول احسن على قد ما اقدر عشان اثقل من المهاره دي عندي وما تبقاش فيها عيوب او فيها موضع انتقاد. هي يمكن الى الان لسه بس فيها انتقادات بسيطه، بس الكلام ده انا بعمله الصراحه لما ما بقاش محضر كويس. لما ما بقاش محضر كويس بضطر ان انا طبعا اتلخبط مثلا او اقول حاجه غلط او اكروت حاجه واسرع في حاجه او ابقى بره حدود الرينج بتاع الوقت بتاع البرزنتيشن نفسه. فدي بتحصل يعني احيانا بالنسبه لي. بس اهو الواحد برضو شغال على نقطة زي دي، ان هو يحضر قبل البرزنتيشن كويس ويذاكرها ويذاكر الفكرة من وراها، لان في النهاية المشكلة في ان انت الناس تنتقدك. الفكرة انك ترفض النقد ده وتفضل بنفس الاخطاء بتاعتك وبعد كده تستغرب اصلا ان مفيش تحسن. يعني الكتب اللي كنت قريت فيها وانا بحضر الفيديو ده كان الوحش الذي دخلك قد يكون لطيفا. كان فيه اقتباس حلو قوي بيقول لك: من انا لأكون متألقا رائعا موهوبا، في الواقع من أنت حتى لا تكون كذلك. لأن الخوف ممكن أصلا يشككك في قدراتك ويشككك في موهبتك، وأنت مثلا ممكن تبقى عندك سكيلز كتيرة جدا بس مجرد خوفك من أنت تعرض حاجة زي كده يشككك في نفسك ويقول اللي هو طب ما أنا في كتير غيري أكيد أحسن مني، أنا إيه اللي هيخليني أعرض المهارة اللي عندي؟ لأن الخوف ممكن يخليك تشك في قدراتك ومهاراتك وتخليك تقلل من نفسك يعني تفقد ثقتك أصلا في نفسك. مجرد أنت مثلا ممكن تقول لا ده أنا مثلا المهارة دي لا في كتير غيري بيعملوها وأكيد مستواهم أحسن مني بكتير، انا مش افضل حاجه، انا مجرد ان هي اصلا ممكن تكون مهاره كافيه جدا ومستواك حلو فيها مش قليل. انت اصلا وانت بتعمل كده انت بتحبط نفسك بنفسك، مش محتاج ان حد اصلا يحبطك. مجرد خوفك بقى عدو ليك. يمكن احيانا الخوف بيدفعنا اكتر للتفكير، ان احنا مثلا قبل كل خطوه بنخاف ان احنا ناخدها وبعد كده نقعد نفكر كتير فيها، بحيث ان احنا نحاول على قد ما نقدر نتجنب الخوف من الموضوع ده. فبالتالي خوفك هيؤدي لتفكير كتير، تفكير كتير هيؤدي ان انت عايز تعمل حاجه بشكل بيرفكت، بالتالي هيكتفك ومش هتحرك له حاجه او مش هتاخد اي خطوه في اللي انت بتعمله. وده ينقلنا الموضوع المثاليه اللي كنا اتكلمنا عنه في الفيديو اللي فات، روح شوفه لو ما شفتوش. انت بقى لو فضلت بقى رامي نفسك للمثاليه ورامي نفسك للخوف وهما الاثنين ماسكينك ما شاء الله غسيل ومكوى، حضرتك مش هتعرف تعمل اي حاجه، لانك لو فضلت مستني الوقت المثالي والظروف المثاليه والقرار المثالي، خايف انت مثلا ما تاخدش قرار صح فتفضل مستني بقى لحد ما تاخد القرار الصح وتستنى كل الظروف المناسبه. لو فضلت مستني الثلاثه دول اصلا انت مش هتعرف تعمل حاجه. دايما خوفنا ما هو الا خوف من اول خطوه. يعني انت اصلا لو تاخد بالك انت مجرد ما بتعدي اول خطوه حلو في الحاجه الكبيره اللي انت بتعملها، لو بتاخد بس اول خطوه بتلاقي نفسك الخوف تلاشى اصلا وبقى الموضوع ماشي معاك حلاوه. فانت خوفك مش من موضوع، انت خوفك بس من اول خطوه، فهي مجرد البدايه مش اكتر. كمثال شفته في الواقع الصراحه في الموضوع ده، ان الناس اللي بتبقى اصلا متمكنه في السواقه بعدين هي لو تيجي تسالها انت اول مره طلعت العربيه كنت ايه احساسك او كده، لا كنت خايف واخبط العربيه مثلا او خايف اعمل حادثه او ف مش دايما الخوف بيبقى من الفكره ككل او من القرار كامل، لا خوفك بس بيبقى من اول خطوه، فلو عديتها هتعدي. وده برضو مش معناه ان كل حاجه بعد اول خطوه بتبقى سهله، عادي هيقابلك صعوبات هيقابلك عقبات، بس هيجي بعدين هتلاقي الموضوع اسهل من اول مره خالص. يعني اول مره هتبقى اصعب خطوه. مثال كده او قصه سريعه اقولها، دايما وانا مروح من الكليه كنت بروح من محطه الجامعه، تمام. انا كان الاشتراك بتاعي من الجامعه، فبالتالي ما اعرفش طريق غير الجامعه، وانا برضو مش من النوع اللي بيحب يلفلف قوي. يعني طالما عارف طريق بروح منه وانا ساكت، ما بحاولش اشوف غيره. فمره كنت مروح مع واحد صاحبي ساكن جنبي برضه في المنطقه وبيركب مترو، فقال لي تعالى نروح من الدقي. طب يا عم الحاج انا متعود من الجامعه، يعني انا ما بروحش غير من الجامعه، ما اعرفش طريق غير الجامعه. وكمان الاشتراك بتاعي كنت فاكر وقتها ان انا ما ينفعش اروح اصلا غير من الجامعه للبيت ومن البيت للجامعه، ما ينفعش اروح اي محطه تاني في النص او اني اخرج في محطه في النص. انا ده كل ده كان تصوري قبل ما هو يقول لي الكلام ده. وكمان قلت له لا ده انا الاشتراك بتاعي ممكن اخد غرامه ومش عارف ايه. دي كل الحاجات اللي كانت مخوفاني مثلا من فكره ان انا اروح مكان تاني غير اللي انا متعود عليه. فقال لي يا عم تعالى، ويا عم لو قال لك هات غرامه هدفعها. اول ما قال لي كده رحت رايح. رحنا للدقي، انا اصلا ما كنتش عارف فين المحطه حتى على سبيل ان انا اصلا ما جربتش ادور. انا ما اعرفش فين محطه الدقي ولا اعرفش ازاي اصلا كنت هحول التحويله بتاعه العتبه. فرحت معاه وركبنا وجيت احط الكارنيه على المكنه بتاعه المترو ولقيته عدى عادي بدون ادنى مشكله. خوفي انا كان من الغرامه ومش غرامه ومش عارف ايه، لا طلع ما فيش اصلا غرامه عادي. اللي اكتشفته بقى بعدين ان انت اصلا كان مفتوح لي من الدقي اي محطه في الخط الثاني من بعد الجامعه، حلو. وبالتالي اي محطه في الخط الثالث برضو كله مفتوحين في النص. انا ده اللي اكتشفته بعدين اصلا. وغير كده كمان اصلا طلع ان الطريق اقل ربع ساعه، يعني انا وفرت ربع ساعه من بروح من الدقي. من ساعه الموقف ده تقريبا انا يعني بقت هوايتي المفضله ان انا اروح اماكن مش عارفها واتوه. تقول لي طب بتعرف تتصرف ازاي؟ بتصرف، بس يعني بحب اللف في اماكن انا مش عارفها
او اماكن مجهوله بالنسبه لي، افضل الف بقى في الشوارع اللي غير ما اعرف اسمائها اصلا. وده شكل من اشكال التغلب على الخوف، ان انت من السهل تبقى داخل حدود المنطقه الامنه بتاعتك اللي تحس فيها بالامان، وبدل من تواجه اي حاجه بره حدود المنطقه دي، او ان انت تخاف من المغامره في حاجه زي كده، فخوفك ده او الدايره اللي انت حاطط لنفسك او حاططها ككومفورت زون ليك مش هتبقى الا سور بيمنعك عن كل حاجه جديده بالنسبه لك. وانا هنا مش قصدي الصراحه ان انت كل ما تخاف من حاجه تروح عامل العكس على طول بحجه ان انت يلا واي نوت ما اديني بواجه خوفي وخلاص. فكره احيانا انت تسال نفسك هل فعلا انا خايف لان الحاجه دي خطر، ولا انا خايف لمجرد الخوف او لمجرد انها حاجه جديده؟ لان في فرق بين الحاجتين طبعا كبير جدا. طبعا الاستشهاد المفضل في المواقف اللي زي دي بيبقى احمد ابو زيد، لان احمد ابو زيد بعد ما خلص هندسه وتقريبا كان خلاص بدا يشتغل وهكذا، قال لك لا انا هسيب مجال الهندسه وابقى كونتنت كريتور. طبعا ده اكتر قرار مخيف ممكن اكون سمعته في حياتي، لان بمعايير وقتها هو ما كانش معروف، وكمان اليوتيوب ما كانش منصه قويه زي دلوقتي ان حد يبدا فيها محتوى وان هو يطلع مثلا كان شرح انجليزي وشرح دروس فوتوشوب، بدا ساعتها في محتوى تطوير الذات ونوشن، وما شاء الله يعني الى الان لسه مبدع في المحتوى والحمد لله داخل على 10 مليون مشترك. بس بمعايير وقتها لو هتيجي تتكلم في وقتها، هو تقريبا بدأ في 2012 او 2013 حاجه زي كده، فبمعايير وقتها هل انت هتيجي مثلا لو سألت واحد في الشارع قلت له واحد فلان هيسيب هندسه وهيفتح قناه يوتيوب، هل هيفتكر ان انت واحد عاقل، ولا يعني هيقول عليك مجنون وما يعني مفيش مخ؟ يعني ده المعيار الطبيعي اللي اي حد كان هيقوله وقتها. وحتى اصلا ما كانش في احتمال واحد على المليار يقول ان هو هينجح في حاجه زي كده. ماشي هو احمد ابو زيد دلوقتي، بس زمان ما كانش الصفه اللي هو عليها دلوقتي، فمفيش واحد على المليار كاحتمال حتى لو طفيف يقول ان هو فعلا هيبقى افضل صانع محتوى. وهو اكيد كان خايف وقتها، بس الفكره ان هو هنا ما خلاش خوفه كسلسله تكتفه، فخلى خوفه ده الترس اللي في المكنه اللي بتحركه عشان يبقى افضل صانع محتوى عربي. فمن غير قرار زي ده ما كانش زماننا عندنا دروس اونلاين اصلا. وده في رايي الصراحه الذي لا قيمه له، ده يعتبر الفرق بين الخوف ما يبقى عائق ويبقى هو انك تستخدمه كاشاره تخليك تفكر وتتحرك بدل ما توقفك في مكانك وتجمدك. طبعا انا عمال اقول تكنيكس ومش تكنيكس وواجه خوفك ومش واجه خوفك وكل الحاجات دي، بس مش معنى انك تتحرر من خوفك ان انت تاخد اغبى قرارات في حياتك او تراهن على حاجات كده كده خسرانه بحجه انك لا هتغلب على خوفي او ممكن ازود من فرصي او لا. انت اعمل حساباتك واعرف فين الفرصه واعرف فين الطريق الصح. تمام، اي نعم هيبقى عندك خوف منه في اوله، بس ده اللي المفروض تتغلب عليه. انت ما تجيش مثلا حد يجي يقول لك تعالى هاخدك على مركب هنروح ايطاليا هتشتغل هناك ولازم تتغلب على خوفك ومش عارف ايه، لا ده اسمه قرار متخلف لو انت فعلا عملت كده. لان الشجاعه مش انك ما تخافش، الشجاعه انك تكون عارف ان في احتماليه تخسر ومع ذلك تعمل حساباتك ان في خساره، بس تاخد الخطوه المناسبه للخساره دي، يعني تحاول تتكيف مع الخساره. ولازم برضو نلقي نظره على الموضوع ان يبقى عندنا حسن ظن في الله وان الامر كله بيد ربنا. وطبعا الحديث القدسي انا عندي ظن عبدي بيه، فضروري طبعا نحط الحاجات دي كلها وبرضه لازم ندعي ربنا يوفقنا في كل حاجه نعملها. اخيرا في الختام لو عايزين نطلع بحاجه بقى من كل الكلام ده، انك مش لازم انك تبطل تخاف. ممكن تبدا وانت خايف عادي. انا بدات القناه دي وانا بخاف ان انا اصور، يعني كنت بخاف من ان انا مثلا ما اظبطش كادر او ما اعملش حاجه مظبوطه في المونتاج او يبوظ مني الفيديو او كده، بس اهو اديني جربت ومره في مره اديني اكتسبت الخبره. يعني بقى الخوف معايا بيتلاشى مع الوقت، وانتوا هتلاحظوا ده اظن مع الفيديوهات. في الاول كنت مثلا مش بتكلم بطلاقه قوي ومتلجم كده وصوتي مكتوم، لا دلوقتي بقيت بتكلم واتحرك واروح واجي، فاهم يعني. هو خوف وتلاشى مع الوقت. انت كده كده وانت بتبدا اي حاجه انت كده كده هتبقى خايف، بس انت على الاقل هتجرب. اي نعم مش ضامن النتيجه، بس فكره سعيك في الحاجه نفسها هيخليك ان انت مع الوقت تتكيف، ومع الوقت تتقبل النقد، ومع الوقت ان انت تتحسن. وهتفشل مره وهتتحسن وتفشل مره وتتحسن، تفشل تفضل تتحسن، وقصاد ده هتلاقي الفاليو بتاعتك بالحاجه اللي انت بتعملها، ان كان شغل ان كان محتوى ان كان ايا كان مهاره اي حاجه انت عايز تعملها. وممكن تكتشف اصلا بعدين ان انت خوفك من الحاجه اصلا ما كانش بالقدر المهول ده. طبعا انت بعد ما عديت بمرحله كبيره جدا من التطوير شفت حاجه زي كده، بس انت يعني مع الوقت هتكتشف ان خوفك ما كانش فيه اصلا داعي للخوف اصلا. فخلاص واجهت فشلك مره، موف اون ويلا يا باشا اللي بعديها استفيد من التجربه، مش نهايه الحياه يعني. فجرب واغلط وجرب واغلط وجرب واغلط لحد ما تظبط. بس
فيديو النهارده معلش كان طويل شويه، بس كان الموضوع مهم بالنسبه لي وعايز استفيد فيه باكبر قدر ممكن واشارك كل اللي عايز اقوله. بس ففيديو النهارده الحمد لله خلص، وده الصراحه يعني لو هنقارنه بالفيديوهات اللي فاتت فهو ده اكتر فيديو تعبني فيهم الصراحه. عشان ايه يعني؟ استنى اوريكم يعني ايه سكريبت بقى ونوشن وحبه حاجات حلوه كده. يعني ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم وتصحبكم السلامه، ونتقابل ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. سلام عليكم.